وسريرة البيت الوطني المهندسة هيام الطامي. الله حيكم، الله حي الجميع، اللي حي عمايمنا البيض وقادتنا الضباط، هذول سلالة سلطان الأطرش، هذول اللي وين أيمن؟ وين أيمن؟ إذا قال نحن الهامات، نحن أبدا ما بنحني الهامات، نحن بنرفع روسنا شامخة لفوق، نحن التنوخيات، نحن بني معروف، نحن أهل الجبل، نحن بنات سلطان وعقلة واستقامة حداد، نحن بنات عربان وملح وخربة وكل سوريا سويدة كلها ترفع راسها لأنه نحن اللي قدمناه لسوريا بحق لنا نرفع راسنا فيه، نحن اللي طردنا العثمانيين، ونحن اللي طردنا الفرنسيين، نحن اللي طردنا كل هؤلاء الأمم، ونحن اللي طردنا ورح نطرد الدواعش، مش هيك سيادة العميد؟ أكيد. وسيادة اللواء العميد نايف العاقل علمهم بجبل الشيخ، علمهم كيف بنكون نحن، كيف نحن ما بنهاب الموت، كيف نحن ما بنخاف، كيف نحن بنولد وبنخلق وبنشتيد وما بننسى دارنا. هيك نحن وهيك نبينا وما بنقبل الا نحن هيك نكون. نحن اجتمعنا اليوم بمضافتك يا ابو حكمت يلي حيك، لانك دوما هذه المضافات ما بتجمع الا النشامه، ما بتجمع الا الفرسان، ما بتجمع الا الابطال. هؤلاء الابطال اللي واقفين كلنا حوالينا وقدامنا، ليك وين واقفين؟ عم يرصدوكم يا الدواعش ويا النصرة، يا كل انذار العالم اللي يجوا على سوريا، سنسحقكم باقدامنا. هؤلاء هم قادتنا. وينك يا اسامه؟ ارفع راسك، راح تموت وتخلق وترجع تموت وتخلق، وراح تضل طارد لكل انسان سيء بيدخل على البلد. هذا انت يا اسامه، ونحن ما بننسى ابدا دم شهدائنا، نحن ما بننساهم. ليكن عم يتلالوا بالسما، عم يقولوا لنا كلهم دمنا اصحى يروح هدر، اصحى يروح هدر يا زياد العميد. نحن نساء الجبل، اولاد الجبل، عمايم الجبل، بيقولوا لك وبينخوا بشار الاسد وبينخوا الجيش العربي السوري. زمانا الاعرابيه قالت ومعتصماه وانقذا، نحن الان بنقول وجيشاه وابطال الجيش العربي السوري